السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب نكون في احسن حال. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. اللهم اغفر لامي وارحمها فانها احسنت الي واحسنت تربيتي. انا بدعي كتير لامي لان انا سمعت كده حاجة حلوة قوي من الشيخ، ان لما بيبقى الواحد والدته كده متوفية او والده وبيدعي لهم، بيجي كده يجي لهم هدية طبق من نور. فلما بيسألهم ايه الطبق دوت فبيقولوا له ده هدية من ولدك الصالح اللي بيدعي لك. فبيبقى طبعا تخيلوا بقى ان انت تبقي قاعده كده وتبصي تلاقي يجيلك طبق من نور، فدي حاجه يعني ان انت تحسي ان والدتك فيها الاحساس ده او والدك، دي حاجه جميله. كمان سمعت ان انت بترفعي بيها درجه، يعني لو هو مثلا في درجه مثلا معينه في الجنه مثلا، انت لما بتدعي له الدعوة مثلا اللي انت بتدعيها له بيترفع بيها درجة. الاحلى بقى كمان واكتر بقى في الحلاوة ان انت بتترفعي معاه لما انت بتيجي تدخلي خلاص بقى، يعني ربنا يديكوا الصحة وطولة العمر جميعا. بيجي بقى خلاص ان انت بتدخلي بقى يعني يومك برضو انت كمان بتدخلي من عند المنزلة اللي وصلت ليها امك او ابوك اللي انت كنتي بتدعي لهم وهم ميتين. فاللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. تعالي بقى يا ستي اقولك على لقيمات العسل اللي احنا هنعملها النهارده ديت. دي سهله خالص طبعا. الحشوه بمزاجك، انا عامله كده ايه شويه مفروم معصجين بالبصل وعليهم معلقتين صلصه. دي طريقه عاديه خالص. بصي بقى بتجيبي كده ورقه الجلاش وتبتدي تقسميها، كل مثلا 4 5 ورقات مع بعض حسب بقى ما يطلعوا معاكي. بتفردي كده الورقة زي ما انت شايفة، هي سهلة وبسيطة خالص. بتكوني بقى محضرة الحشوة اللي انت هتعمليها، هي طبعا بالمكسرات، يعني عايزة اقول لكم حلوة حلاوة بقى رمضان والايام بقى الحلوة اللي جاية علينا ان شاء الله. وسهلة ومتاخدش معاكي وقت، يعني بقى اسرع حلوة هتعمليه في رمضان. او مثلا زي يوم كده النهارده انا حبيت اعملها كده وجنبها شويه لسان عصفور وعديت يومي. فعملت كده شويه المفروم زي ما انت شايفه. بفرد الورق اللي انا اخترتهم مثلا 4 5 ورقات مع بعض، وبروح حاطه كده الحشوه بتاعتي وابتدي ابرمها وابطط كده وافرد كده الحشوه بتاعتها واسيب الحته الاخيره فاضيه عشان الحشوه ما تطلعش بره. اخدنا حاجة خلصناهم في ثواني، اسهل واسرع كمان من لما بتعمليها صينية طبقات كده، بتبقى سهلة معاكي. والورق ما شاء الله زي ما انت شايفة ما يهمكيش لو في كام ورقة متقطعين حطوهم في النص. بصوا ترصوا في الصينية، بتدي بقى اقطعهم كده 7 و8، او عايزة تقطعوهم بالطول كده زي الشاورما مثلا لما بتبقى ملفوفة دواير كده صغيرة. المهم انت تعمليها له قيمات اللي هي على قد مثلا ما اللي ياخدها يمسكها في ايده كده ياكلها. والحشوة زي ما قلتلك براحتك بقى، انتي لو عاملاها حلو او عاملاها حادق هتبقى زي ما انتي شايفة كده معانا، سهلة برضو سريعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بجيب بقى المكون اللي هيخليها هشة معايا برضو كمان. انا ما حطيتش اي مادة دهنية غير بس في الارضية بتاعت الصينية. بحط معلقة بقى بودر على السمنة. انا حاطة خليط يا جماعة سمنة على زيت، وببتدي كده اسقي بيها الجلاش بتاعي. خلاص خلصنا كده الصينية. ما بتاخدش 10 دقايق في الفرن، يكون انتي مولعاه قبليها درجة حرارة متوسطة حوالي 180 200. بتاخدش 10 دقايق زي ما قلتلك. بتحاولي تشربي كده السمنة فيها بكل الجوانب. واول ما بتطلع كده بصوا ما شاء الله على النور، يعني بصوا ذهبي كده وعسل. ما تنسوش ان انتوا تعملوا شير للفيديو علشان كل اخواتكم وحبايبكم يستفيدوا. واذكروا الله في التعليقات علشان خاطر ان تسيبي كده ثواب او اجر ان انت تؤجري عليه لو حد كده شاف التعليق بتاعك وقال الذكر اللي انت كتبتيه. وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا النتيجة، بصوا القمر، يعني سهلة. بصي اللقمة كده يدوب معاكي تاخديها كده تاكليها وطالعة سهلة من الصينية، ما لزقتش لان احنا حطينا شوية مادة دهنية تحت. وفي نفس الوقت انا عملت جنبها طبق شوربة لسان عصفور وهحط شوية مخلل، والحمد لله رضا ونعمة. انت طبعا ما انت بتاكلي العيش بلحمة، هو عيش بلحمة، انت بدل العيش حطيتي اللي هو الجلاش ده. اسرع واسهل اكله ممكن تعمليها. وبصوا الجمال، وتنفع بقى لما يبقى عندك ضيوف تعمليها كده تبقى سهله، ما تقعديش بقى لسه تقطعي وتعملي. وبصوا الحشوه قد ايه ما شاء الله يعني. ممكن تقللي شويه لو انت حابه، بس ما شاء الله اكله كلها بروتين ومغذيه. اتفضلوا معانا. ما تنسوش الاشتراك والتعليق، واذكري الله في التعليقات علشان تاخدي ثواب، انت المستفيده اكتر مني.